السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد. قبل ما نبداو نصلوا على النبي، يلا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غتشوفوا الصوت ديالي ماشي هو هذاك، غير مع العيا وهذا. بصراحه غبرت مره فين كنطل، وهذا الفيديو والله الا مصور عندي شي سيام هادي ولا هكاك، ما محطوط مع الصداع ديال الدراري، وانا ما قدرت نعمل لا مونتاج لا والو. كيف ما كتشوفوا شاركت معكم الفطور ديالي بعد ما فطرت وليداتي وساليت، وكنجلس جلست انا هي الاخيره. كما كتشوفوا الملاوي والقهوه ديالي او القهوه، دائما صغروا الحاجه. كيف ما كتشوفوا اخواتاتي شاركت معكم اليوم واحد الغديوه بسيطه، كاينه غير انا والوليدات. والولاد ما تيبغوش داكشي ديال اللحام ولا التغماس، وما عندهمش معاه. كيف ما كتشوفوا معايا هادو شاورما د الدجاج او الفراخ كما تقولوا هنا. كتشدي بحال الصراحه حنا كنشروه مقطع، كيجي جاهز يعني مقطع عند مول الدجاج. كتقطعي الدجاج شرائح بحال هكا كما كتشوفوا. شديتهم هذه الطريقه، طريقتي انا طريقتي، ولكن ما نقولكش كتجي غزاله. كيف ما كتشوفوا عملت العطريه او التوابل اللي عندنا. البزار، الملح، كنضيف عليه القزبر يابس، بابريكا، المهم التوابل اللي عندنا. وكنضيف عليه اللهم تبتنا على الشهاده يا ربي. كنضيف عليه التوابل ديال الشاورما ديال الفراخ او الدجاج. اللي ما الا ما عندكش عادي، ماشي بالضروره، عاد التوابل ما شاء الله بالكفايه. كيف ما شفتوا ملي كنكون مزروبه ما كنخدمش الفران. كيف ما كتشوف الوليدات ديالي ضروري ما كياكلوا ليا بصراحه حتى حاجه. ما عرفت شنو ندير معاهم، خصوصا ولدي الصغير ما كياكل لا لحم لا حوت لا دجاج لا والو، الا الدجاج ياكلوا بالطريقه هذه اللي كندير فقط. كيف ما كتشوفوا القليه الاولى ضروري ولادي ياكلوها، ما ما يتزاكلوش معاها. كيف ما كتشوفوا هذه الفلفله عندنا اكيد، ومطيشه طماطم، يعني غديوه ما غديوه صيفيه يعني. كيف ما كتشوفوا هنايا بعد ما تبلت ديك الشاورما في العطريه ديالها او التوابل ديالها، كنضيف عليها الفيجيتار اللي هو الشابلور، ولكن هو تيكون زايد فيه، عاملين فيه واحد هذا. وإلا ما عندكش يبسي الخبز دخليه للفران، ولا عندك ديك آلة بانيني عفوا، خليه تيقصح ودقي. كيف ما كتشوفوا كندير ليها الطريقه ديال الفيجيتار او لا شابلور. كنخلطها فيه وكنبدا نقلي. مع ملي كيشرب ديك العطريه والخل ودا كيهرى، ما كياخدش وقت. هنا هذه هي المطيشه او الطماطم ديالنا. غنشد طاسه كف فيها شويه الزيت، ونخليها نقلبها هكا حتى تتحمر. وكندير لها واحد، بصراحه واحد هذه زوينه عجبتني بصراحه، علمتها ليا البنت اللي معايا اللي كديرها. بصراحه عجباتني. اللي كديري الثومه، وكديري الخل، ولا بغا تضيفي عليه الحامض ضيفي، وكديري شويه البزار، شويه الكمون وشويه الملح، وكديرها بهذه الطريقه. ما تشبعوش منها مع الثومه، ولا ما نقولش لكم كتجي غزاله. اللي ما ياكلهاش ياكلها بهذه الطريقه. والفلفله حتى هي حمرناها من نفس الطريقه. وهذه هي الغديوه البسيطه المتواضعه انا وليداتي. كيف ما كتشوفوا كنت نشاركها مع خواتاتي، يعني غديوه الزربه بالنسبه للناس اللي تيكونوا مزروبين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو خفيف ظريف. انا عارفه راسي غبرت لظروف ما، وان شاء الله غنرجع. بصراحه المشاهده طاحت بزاف، ما بقيتش كنحط دائما. واخا مؤخرا حطيت فيديوهات متابعين ما جابوش مشاهده مزيان، ما شي مشكل. وشكرا
الناس اللي كانوا معايا من الاول ومازالين معايا كنشكرهم بزاف وتحيه اليهم. يعني ما كيشوفوش انا لما تفرجت ليهم ما كيتفرجوش لي، بالعكس كنلقاهم هما من الاوائل. ولو ما نشوفش لهم انا فيديوهاتهم عفوا، انا ما عندي شي ظروف ما كنساليش بكري، مره ندخل مره ما يطلعليش. بصراحه كنشكرهم بزاف. كيف ما كتشوفوا هذه حلويات المولد. بصراحه كنجيبوا داكشي اللي كنبغيو. ايوا خلصوا هاد الدراري خطفت ليهم هاد الطبسيل، قلت لهم استناني نصوروا. بصراحه كتعجبني انا ديال الكاوكاو وديال اللوز، وهذه ديال السمسم او الجنجلان. اما الباقي ما عنديش معاها بصراحه، حتى ولادي ما تيبغوهاش، يعجبهم هذا الشيء، وكاين اللي ما تياكلهاش كاع. يلا نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.